strong. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى على الله تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد على الأبواب، الله يدخل علينا بالصحة والسلامة بمشيئة الله، لا فاقدين ولا مفقودين، والله ينورنا في طريقنا دائما ويصلح لنا وليداتنا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. كيف ما شفتوا في الأخواتي في الصورة، هاد سلو المغربي اللي خاصو يكون لابد في الطبلة الرمضانية. آآ جاتني هاد الكوموند على غفلة ديال هاد السلو هذا، وقلت نتقاسمو معاكم، وخا كان تصوير بالزربة وصايبته في أقل من نصف نهار، يعني 5 ديال السوايع أو نقولوا 6. كمّلت هاد الكمية ديال هنا عندي كيلو تاع كاوكاو، كيلو ديال الجنجلان، وكيلو ديال اللوز، وخلّطت معاه 2 كيلو ديال الدقيق، ولكن هاد المواد كاملة كانت عندي موجودة، يعني جنجلان مغسول ومنقي و وموجود، وكاوكاو راه ساهل يعني ما فيهش تنقية بزاف بحال مع اللوز حتى هو. الجنجلان هو اللي فيه شوية الخدمة، يعني خديت كمية ووجدتها على اتساع. وهذا اللوز يعني حمرته غير كنت غنديه ديته عند قلاي باش يقلي ليا، ساعة لقيته يعني ما يجوش لي في الوقت اللي أنا بغيت، فجبته للدار حمرته هنايا غير في المقلة، ودرت كمية اللي غادي نقليها اللي غادي نهرمشو باش نخلطو مع السلو ديالنا. فهنا بالخف طحنت عند مول هذا هنا 2 كيلو ديال الطحين مغربلة وناضية، وهاد العجينة هادي فيها الجنجلان والكاوكاو، يعني عطاتني ديك العجينة، وكاين السكر كلاصي غير شوية يعني تقريبا غير رابعة ماشي بزاف. وهذا اللوز بالقشرة ديالو مرمش، عندي حبة حلاوة النافع، وعندي القرفة، وعندي الملحة اللي حتى هي كتعادل الذوق لابد منها. وغادي نعجن هادشي كامل بزربة. هنا راه كنصور لكم في السطح في الهواء الطلق، يعني هنا مور العصر. صافي جيت ندير السيبورة في التليفون، في السيبورة لقيت تهرست ليا، فطلبت غير ولدي ريان هو اللي هاز ليا هنا التليفون باش نصور هاد السلو هذا. صافي هنا درت القرفة، درت حبة حلاوة، ودرت الملحة، وغادي نعجن هاد السلو هذا غندلكو بيديا مزيان، ندخل غير ديك العجينة مع الدقيق. وهنا راه عندي اللوز هو حتى هو ضفتو تقريبا، راه عطاتني أكثر من 5 كيلو ديال الصفوف. وهذا اللوز مهرمش، والجنجلان غنديروه حتى الأخير. فهنايا غادي نمزج هاد المواد كاملين وغادي نخلطهم. منين نمزجهم مزيان غادي نبدا نزيد بكمية ديال العسل اللي عندي سخون في الكاسرونة. صافي ملي غادي ندلكو مزيان، وراه كيبغي يدليك، دلكتو مزيان ما جيت فين نكمل دليك تقريبا شي ساعة الا ربع. قلبته في هذه في قصعة كبيرة أخرى لأن ما قداتنيش هذيك الأخرى. وهنايا راه زدت عليه كمية ديال الجنجلان اللي محمر، تقريبا رابعة ديال الجنجلان ورابعة تاع اللوز مهرمش، زدته في الأخير ودلكته مزيان. وصافي ملي ظلم عليا الحال في السطح دخلت للدار لداخل، صافي كملته، ما زوقته ما حتى شي حاجة، خليته على طبيعته لأنني باش زربانة وباش غادي خصني نعمر السطل باش نديه للسيدة. هذا مبقاش الوقت للتصوير، يعني غير خطفت هاد السلو هذا درته بالخف. مازال غنصوب سلو لاخر اللي دقيق الشعير مع ولدي اللي ما خاصوش ياكل هذاك اللي فيه الفرص. وهنا صوبت الطويجين هذا صغيور غير التصوير فقط.
صافي وخليته لها هي ناشف لأن ما بغاتوش يعني هي غتحكم في الدهون، غتزيدو على القدر الاستطاعة ديالها. صافي وخليته هنايا مجموع بكمية قليلة ديال العسل، يعني ما فيهش السكر بزاف، تقريبا 6 كيلو ديال السبوف فيهم غير ربعة تاع السكر كلاصي، ما كاملاش كاع غير شوية، شي 200 غرام، وفيه شي 200 غرام ديال العسل، غير مزجت بيه العناصر وصافي. وها هو السلو ديالنا واجد، ها هو عمرت ليها السطل اللي طلبات كامل. هاد السطل هذا راه كيهز 5 كيلو ديال السفوف، وصوبت ليها حتى الشباكية، صوبت عليها شباكية، صوبتها ما صوبتهاش في الدار، صوبتها عند الأخت ديالي، لأن ممنوع عليا أنا نحرك شي حاجة فيها السكر في الدار على حسب المرض ديال الريان. هو راه هاد العام راه تقريبا منعني من الخدمة، لأنه ملي كنخدم في رمضان، ملي كيفوت رمضان كنوليو ناعسين في السبيطار على حساب المعسلات يعني الحلويات تاع رمضان. صافي قررت هاد العام أنني ما خدمتش، ولو أن هذيك هي خدمة ديالي، ما عندي ما ندير، الصحة هي الأولى، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. المهم وجيت للسيدة هاد السلو هذا ديالها وصيبت هاد الطويجن هذا غير فقط كما قلت لكم غير للتصوير. وسلو راه تبارك الله ما شاء الله، ما كايناش شي بيت مغربية ما كتكونش ما كيكونش هاد السلو هذا حاضر. انا شخصيا كيعجبني يكون في الدار، ناخدو مع الحليب بارد وكنتسحر به ضروري، لان الجلجلان واللوز تقريبا كيعطوني الطاقة في الصيام. ولو انه هاد السلو هذا راه تقريبا من السحور ل10 ديال الصباح كيتهضم، ما كيبقاش المفعول ديالو، ولكن الحمد لله فيه طاقة. يعني جلجلان واللوز يعني راه هما من المكسرات اللي فيهم المنافع كتيرة. أنا بعدا كناخدو مع السحور، يعني كمية كتيرة كناخد فيه نيت باش تبارك الله والصلاة على النبي كنعقل عليه أنني كليتو مزيان بهاد المواد هادو اللي استعملنا فيهم. وحبة حلاوة راه تبارك الله راه مهمة للسيدات، اللي خصنا ناكلوها بلا سلو، واخا نشربوها غير كمشروب ليلي، مرة ناخدو هاد لي تيزان هادو، ولكن ما كنردوش من البال. هنا راه كنوريكم انني بغيت نقطع هاد السلو هذا معلك، ما بغاش يتقطع ليا حتى بالمعلقة، يعني جا غزال ما شاء الله. جلجلان وكاوكاو واللوز مع العسل راه تبارك الله كيعطيو تعليكة خطيرة جدا. الحمد لله اللي صدق ليها، اللي جا زوين وزعما عطيتو ليها وفرحات. وهذا ما كان، وكنترجى من الله سبحانه وتعالى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسيش اختي وسيدتي اللايك، الله يجازيكم بخير، واللي ما اشتركش يشترك. ومرحبا والف مرحبا بالناس الجداد والناس القدام، راه الدار داركم كما العاده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رمضان مبارك سعيد.